أنا أحمس بن صقلان الراع، الملك الذي كتبت له الأقدار أن ينهض ببلاده من العتمة إلى النور. لم أختر الحرب يوما، لكن حين دعتني مصر كنت أول من لبى النداء. وحين سقط أبي علمتني أمي أن الحكمة أقوى من السيف. لم أكن أظن أن أحدا سيجدني بعد آلاف السنين، ولكنهم وجدوني. كان النهار يوشك أن ينتهي، وجبال الدير البحري تخبأ السر الذي دفنت معه منذ زمن بعيد. وخطوات العلماء كانت تقترب، حتى وصلوا إلى الحجر الذي أغلق مقبرتي ل3000 عام. ولما أزالوا الصخور نزلوا السلم الطويل ودخلوا المكان الذي أنام فيه منذ القديم. توقفوا أمامي ونظروا لوجهي، وهمس أحدهم: إنه هو محرر مصر أحمس. وفي تلك اللحظة كأن روحي استيقظت، وأردت أن أحكي قصتي من بدايتها، قصة بدأت بالدم وانتهت بالخلود. أنا أحمس بن صقن راع، الملك الذي قاد مصر من الظلام إلى فجر جديد. قصتي بدأت قبل التاج، قبل السيف. بدأت يوم فقدت أغلى رجل في حياتي. كنت ولداً صغيرا، لكني رأيت الموت بدري. دخلت القصر ووجدت الجنود يحملون جسد أبي، رأسه مهشمة بفؤوس الهكسوس. مات وهو يدافع عن مصر. وقفت أمامه صامتة، وسرعان ما تكرر نفس المشهد. ولكن كان هذه المرة أخي كاموس اللي تولى الحكم بعد أبي، وتولى أيضا قيادة الحرب، ولحق بأبي وعلى يد الهكسوس أيضا. ولكن أمي الملكة إياح حتب مسكت يدي وقالت لي: استمع يا أحمس، لقد مات أبوك رجلا في الحرب، وما زالت مصر تملك الرجال. كانت كلماتها ناراً في قلبي، حولت ضعفي إلى قوة وخوفي إلى شجاعة. كبرت وأنا أعلم أنني لست فقط ابن ملك، بل امتداد لحرب طويلة. أمي كانت تعلمني يوماً بعد يوم كيف أفكر، كيف أقود، وكيف أكون ملكاً قبل أواني. لما بقيت ملك جمعت الجيش، طورت العجلات الحربية، وبنيت أسطول كامل على النيل. كنت عارف إن الحرب دي مش يوم ولا سنة، دي حرب تحرير. عندما بلغت 16 أمسكت السيف للمرة الأولى. جنودي حولي وأرضنا تنتظر يوم الحرية. بدأنا بمدينة نقراطس، ثم شرقا نحو مرافق الهكسوس. قاتلنا ليلا ونهارا، وأحرقنا زورقهم في النيل حتى أجبرناهم على الرجوع خلف أسوار أواريس. كانت أقصى معارك حياتي، ولكن مصر كانت تستحق كل قطرة دم. وبينما كنا نعد للمعركة الفاصلة، كانت هي أحمس نفرتاري وقفت أمامي بنظرة هادئة وقالت: سأكون عوناً لك كما كنت أملاً لهذه البلاد. أحببتها لأنها لم تر فيها ملك، بل رجلاً يقاتل لأجل شعبه. اقتحمنا أسوار أواريس بلا خوف. تقدمت الجيش بنفسي. تساقط جنود الهكسوس، وارتفع صوت مصر في السماء. ويومها طردنا الغازين من كل شبر، وعادت مصر حرة. بعد النصر بنينا الأهرامات وجددنا المعابد، وعادت المملكة أقوى مما كان. وقفت نفرتاري إلى جانبي تدير البلاد بحكمة وتمنح الشعب الأمان. وعندما بلغت 36 شعرت أن قدرتي تخف،
فأوصيت أن تخبأ جثماني في صدر الجبال. لم أخف الموت، بل خفت على مصر وتركتها في أيدي أولادي. وبعد آلاف السنين، وفي سنة 1881 في الدير البحري، وجدوا مميائي مع ملوك آخرين. كشفوا اللفافات ونظروا إلى وجهي وقالوا: هذا هو أحمس. هذه كانت قصتي. قصة ملك لم يقبل العبودية ولم يترك أرضه في يد غاز. إن سمعتم صوتي الآن فاعلموا أن مصر لا تموت أبداً.